تخيل معايا يا صديقي انك تكون شخص مقفل اللعبة وواصل لقمة السلطة والمجد والشهرة في نفس الوقت، لكن اعداء النجاح كتير والغدر مش بيجي لك الا من اقرب الناس ليك، لان اللي بيغدر بيك هو زميلك عشان ياخد منك سلطتك ومنصبك. بس الحياة بتمنحك فرصة تانية للانتقام. هل المرة دي بطلنا هيقدر يتمسك بيها ويرجع من البداية ويوصل لسلم المجد؟ ده اللي هنعرفه النهارده يا صديقي. بس عايزك قبل ما نبدا تشكر الله وتصلي على النبي، وتعالى اقول لك الحكايه من البدايه. وبتبدا حكايتنا وبنشوف بطلنا جيان اللي بيتعرض للطعن من قبل واحد من زملائه، فالنظام بيعرفه انه بيتعرض لهجوم عن طريق مهاره التقطيع، وانه خسر 32 مليون دولار بسبب انه ما كانش حريص على نفسه، وبيعرفه كمان انه ممكن يتعرض للموت بسبب الضربه دي. فزميله بيقول له سامحني يا صاحبي هي الدنيا كده، وبيخلص عليه، وزميله بيكون مبسوط جدا بانتصاره عليه، وبيعرفه انه خد منه دم التنين السحري. وفي اللحظه دي النظام بيعرف جيان انه خلاص كده خسر كل فرصه في الحياه، ودي كانت النهايه بالنسبه له. فجيان وهو بياخد انفاسه الاخيره بيقول بقى انا اديتكم كلكم الامان وتعملوا فيا كده يا خونه. بس بعدها جيان بيصحى مره واحده وبيلاقي نفسه في عالم تاني وبجسد غير جسده اللي فقده في الحياه السابقه، وبيسمع صوت النظام اللي بيعرفه ان بوابه عالم ابواك على وشك انها تفتح. فهل كل اللاعبين جاهزين لبدايه انطلاق اللعبه؟ فبيستغرب جيان لان التاريخ اللي ظهر قدامه هو 28/8/2025، وجيان بيقول ان كده لسه فاضل ساعتين قبل بداية اللعبة، وما بيكونش فاهم حاجة وبيقول مستحيل اللي بيحصل ده، وانا رجعت بالزمن يجي 8 سنين ورا. فبيتأكد انه رجع بالزمن قبل ما اللعبة دي تنطلق اصلا، لان ده هو تاريخ انطلاق اللعبة، وبيقول المرة دي انا لازم اكون حريص جدا. فجيان بيبقى عارف انه قدامه وقت قليل قبل ما يدخل اللعبة، وبيفتح اللابتوب بتاعه وبيدور على بطاقة مستوى الملك. بس عمنا جيان بيبقى فاكر من الحياة اللي فاتت اماكن البطاقات دي، فبيفتكر طريق واحدة منهم واللي هي موجودة على أطول مبنى في مدينة نهاي، وبتكون موجودة في آخر دور في المبنى. فبطلنا بيقدر يوصل لها، بس في اللحظة الأخيرة بيظهر شخص غريب وبيقول له وسع كده يا حبيبي، دي آخر بطاقة ملكية وأنا اللي هاخدها. بس جيان بيعرفوا إنه كده كده هياخدها منهم، وبيقول لهم أنا مش خايف منكم، وحتى لو كنت ابن أكبر عيلة في مدينة نهاي هاخدها منك برضه. فالشخص ده بيتعصب وبيأمر أتباعه إنهم ياخدوا البطاقة منه بالقوة، وحتى لو هيموت في إيديهم أهم حاجة إنه ياخدوا البطاقة. فالحراس بيفتحوا النار في وش بطلنا جيان اللي بيفتح سبرنت وبيدور على مكان يستخبى فيه، بس بطلنا ما بيستسلمش وبياخد انفاسه على طول وبيجري على البطاقه، ومش بيهمه كل الطلقات دي وبيجري بسرعه عشان ياخد البطاقه. والحراس بيسددوا له رصاصه وبتكون هتخلص عليه، بس بطلنا ابن المحظوظه بيتكتب له عمر جديد، لان جيان بياخد البطاقه قبل بدايه اللعبه بثواني، وعلى طول بينزل سيد اللعبه والزمن بيقف. فسيد اللعبه بينقل كل اللاعبين لعالم اللعبه، وبتبتدي اللعبه وبترحب باللعيبه كلهم، وبعدها بتقول لهم نورتوا يا حبايبي، ده انت هتشوفوا ايام سودا بس اصبروا عليا. فجيان بيقول اخيرا رجعت لحياتي الطبيعيه، والنظام بيهنيه انه حصل على البطاقه الملكيه، والبطاقه دي بتمنحه مساعده ملكيه تخدمه وتساعده يرقي نفسه. فبتظهر الاميره اللي هتساعده وبترحب بيه في العالم بتاعهم، وبتعرفه انها مساعدته الاميره واندا. وبعدها النظام بيعرفه على قوانين اللعبه اللي هو اصلا عارفها، وبيساله تحب تراستر فين من الثلاث عوالم دول، عالم الوحوش ولا عالم الشياطين ولا عالم الجنيات ولا عالم البشر، وبيطلب منه انه يختار اي فئه حابب يبقى معاها. فبيفتكر جيان وبيقول ان في حياته اللي فاتت اخترت عالم البشر، بس بسبب الفئه البشريه ممكن يكسب مكافاه بنسبه 20% اضافيه. فالاميره بتقول له شكل كده معاك مساعدات تانية مش كده، وبتعرفه ان فعلا في رساله مخفيه من الامير. فواندا بتقول له مبروك انت بقيت تبع الفئه المخفيه، وبتفتح له معسكر التنين. وجيان بيكون مصدوم وما بيبقاش مصدق نفسه، وبيقول معسكر التنين اللي كنت هتجنن وادخله في النهايه جالي لحد عندي بكل سهوله. وبعدين جيان بيروح للبوابه وبيدخل فيها بسرعه، والبوابه بتاخده المكان البدايه اللي الكل بيظهر فيه، والجيان بيشوف الناس اللي معاه في اللعبه اللي بينبهروا بنظامها، والكل بيقول ان اللعبه دي متطوره جدا وسابقه لعصرها. بس طبعا عمنا جيان بيكون مر بكل الحاجات دي، فعلى طول بيشوف المعلومات اللي معاه بسرعه، وبيعرف ان عشيره التنين دي بتستخدم التكنولوجيا بطريقه غلط وضاره، لكن ورغم كده هي اضعف من انها تضر حد معاه بطاقه ملكيه زي اللي معايا. وفي الوقت ده بيكون شخص بعضلات كده بيدور على شريك ليه، فالجيان بيقول لما نشوف مهارته الجديده هتنفع معاه ولا لا. فبيروح للشخص اللي عنده عضلات ده وبيمسك كتفه وبيقول له انا ممكن اخد منك حاجه سلف. فالشخص ده بيقول له انت شكلك بتدور على المشاكل ولا ايه. بس جيان بيعتذر له وبيعرفه انه كان فاكره حد تاني وبيمشي، لكن عمنا جيان الخنزير بيكون خد منه قوه عضلاته، وبيقول زي الفل المهاره شغاله والدنيا تمام. بس الشخص ابو عضلات ده بيقرب على جيان وبيقول له يلا نطلع بره المكان ده ونستكشف اللعبه دي، بس جيان بيمنعه وبيعرفه ان الخروج منها اخطر
جدا، بس الشخص ده بيقول له في إيه يا عم ابعد عني، دي لعبة مش مستاهلة كل ده. لكن في اللحظة دي بيتسحب من الشباك وبيتاكل قدام الكل على ايد العنكبوت العملاق، وبيموت في اللعبة وبيرجع العالم بتاعه وهو خسران. بس الصدمة انه بيرجع ميت بنفس الموتة اللي ماتها في اللعبة. فجيان بيعرفهم ان دي لعبة مش عادية والحوار جد فعلا، لان اللي هيموت هنا هيموت في الحياة الحقيقية كمان، يعني كل واحد يخلي باله من نفسه. والنظام بيعرفه بالمهمة الجديدة وهي انه يلاقي مكان امن، بس كل اللي معاه بيبقوا خايفين وبيقولوا هنعمل ايه دلوقتي، ده المكان مليان وحوش ومحوطنة من كل اتجاه. فبطلنا بيستخدم قوته وبيدفع شوية فلوس للنظام كده عشان يقدر يحول الشنيور اللي في ايده لسيف حاد، ويقدر انه يدافع بيه عن نفسه من كل الوحوش دي. وبيستخدم مهارة الكشف عن الكنوز، وبيعرف ان في صندوق كنز كمان في نفس المكان ده، فبيروح على طول على مكان الصندوق عشان يقدر يجيبه. وبيفتح الصندوق وبيلاقي جرعة من قلب التنين، فبطلنا بياخد الجرعة والسيف وبيطلع يحارب الوحوش اللي موجودة، وبيقدر انه يجرحهم جروح قوية جدا. وفي اللحظة دي الكل بيقول عنه مجنون وانه مش باقي على الدنيا. وفعلا الوحوش بتكون كتيرة وبتتعصب عليه ومش بتحله، فبطلنا بيفعل وضع جارس بيل وبيهرب منهم. وكل ده صديقي بيكون جزء من خطته. واول لما بيبعد عن العين بيرمي على الوحوش دي جرعة التنين اللي بتكون عاملة زي المادة الكيميائية المتفجرة، وبتقدر تخلص على كل الوحوش دي في ثواني. وفي اللحظة دي النظام بيهنيه على القضاء على كل الوحوش دي، وبيديله 50 عملة نحاسية، وبيفضل يتقدم في المستوى بشكل مجنون، وبيمنحوه مكافأة إضافية وهي جرعة لزيادة الصحة. فجيان بيقول انا ما كنتش مصدق ان جرعة التنين دي مفيدة بالشكل ده، انا لازم اجيب منها كتير بعد كده. واللي كانوا معاه بيتصدموا منه وبيكونوا عايزين يكونوا معاه في الفريق. وبعدها النظام بيعرفه انه لازم يمشي ورا الاتجاهات ويروح لمدينة الامل، بس بيلاقي واحد بيقول له ارجوك ساعد بنتي معلش. فجيان بيقول له اهدى كده وعرفني هي فين. فالشخص ده بيعرفه ان في وحش خطف بنته وخدها منه للغابة. فجيان بيتردد لما بيسمع اسم الغابة، بس بيقول مش مهم دي فيها مكافآت كتير مخفية، لكن كل ده بيكون فخ ومعمول لبطلنا، لان الشخص ده بيطلع شرير ومش عايز مساعدة ولا حاجة. وبعدها جيان بيبدأ يسمع اصوات غريبة وعجيبة ومريبة، وجيان بيسأل الشخص ده وبيقول له فين بنتك يا عم، بس بيتفاجئ انه ما بيلاقيهوش جنبه اصلا. لكن بطلنا بيقول مش مهم خلينا نكمل، وبيسمع صوت عياط وبيلاقي بنت صغيرة بتدور على امها. فجيان بيقول لها بتعملي ايه هنا، المكان ده خطر على الاطفال تعالي معايا. بس في اللحظة دي بتظهر الشريرة اللي سحبته على الغابة وبتقول له والله وجيت برجلك يا امور. فالنظام بيعرف جيان ان الغابة المظلمة دي حاول كتير انهم يستكشفوها وما عرفوش، وان دي مهمة مخفية محدش قدر ينهيها، فلو انجزها هياخد مكافأة كبيرة ونقاط كتير، وان دي فرصة ما تتعوضش. والبنت بتقول له خليك طيب كده عشان انت العشاء بتاعي النهارده، وبتتحول لشكلها الوحشي. فالبنت الصغيرة بتشوف شكلها المرعب وبتقعد تعيط، وجيان بيقول لها اقعدي على جنب دلوقتي واسكتي، وبيحاول انه يهجم على الوحش ده بكل قوته، لكنها بتعرفه ان هجماته الجسدية دي مش هتأثر فيها. وبتظهر له الأميرة واندا وبتقول له ان دي زعيمة المستوى ال20 وانت مش هتقدر عليها بقوتك الحالية. وواندا بتعرفه انه لازم ينسحب فورا ويرفض المهمة دي، بس عمنا جيان بيقول لها انه ما ينفعش ينسحب من المهمة دي ويهرب ويسيب الطفلة دي. فواندا بتعرفه ان دي الطريقة الوحيدة عشان ينقذ حياته، لكن هو اختار الاختيار اللي قالوا عليه قبل كده. فجيان بيقول لنفسه اكيد في حل، اصل انا مش هموت تاني. وبيستخدم قوته وبيدور على اي صندوق مخفي في الغابة دي، ولحسن الحظ بيلاقي صندوق كنز قريب منها وفي كتاب المهارات. فبيدور في كتاب المهارات يمكن فيه يكون طريقة تساعده ولا حاجة، والوحش بيكون فاكر انه بيهجم عليه لكنه بيتفاداها بسرعة، فبتاخد بالها انها مش الهدف اصلا. فالجيان بيروح بسرعة على الصندوق وبيقدر يفتحه، والنظام بيعرفه انه خد مهارة البرق الازرق. وفي الوقت ده بتكون البنت الوحش دي بتجمع قوتها عشان تخلص عليه، بس الجيان بيستخدم مهارته الجديدة بسرعة عليها وبيشويها ويخلص عليها. والنظام بيمنحه مكافأة المهمة واللي هي سلاح اسطوري جديد، وطبعا بياخد فلوس كتيرة جدا. وعمنا جيان بياخد الطفل عشان يروحها للبيت، بس اثناء ما هم ماشيين البنت بتعرفه طريق بيتها، وبيشوفوا الشخص اللي جيان خد منه البطاقة الملكية. والشخص ده بيكون متعصب جدا من جيان وبيبعت حد وراه عشان يراقبه. وبعدها البنت بتوصل للبيت وبتشكر جيان على مساعدته ليها وبتديله مكافأة. فجيان بيتصدم لما بيلاقي ان البنت دي ادته قطعة مميزة، بس جيان بيعرفنا ان الموضوع بيعتمد على الحظ، فممكن انها تكون مهمة عادية لكن مكافأتها جبارة. وجيان بيقول لنفسه وانا حظي نار النهارده. وبعدها وهو ماشي بيشوف واحد بيطور الاسلحة بالغش بره النظام، والكل بيكونوا مبهورين بجمدانه وسرعته. فجيان بيقرب منه، وطبعا زي ما احنا عارفين ان بطلنا مجرد ما بيلمس صاحب المهارة بينسخن نفسه، فبطلنا بيلمسه وبيقول له خلينا نجرب كده، وبيجرب يطور سلاحه. وبعدها وفعلا بيطوره لاعلى مستوى، والكل بيتصدم انه قدر يعمل كده هو كمان. فالنظام بيمنحه مكافأة كبيرة لانه وصل للمستوى 15 بسرعة كبيرة. وجيان بيقول بالمهارة الاسطورية اللي معايا دي هقدر
واقدر اطور اي معدات هتبقى معايا في المستقبل. بس في اللحظه دي بيحس بتعب رهيب ومستويات القوه بتنزل بشكل رهيب، فواندا بتعرفه ان طاقته بتقل ولازم يرتاح في اي فندق قريب بسرعه. فجيان بيروح يرتاح في فندق قريب منه لانه مش قادر يمشي، وبيلاقي كل الناس بتحكي عن البطل اللي كسب مهمه الغابه، وبيقولوا عنه انه محظوظ جدا لانه كسب نقاط خبره كتير. بس بطلنا ما بيهتمش وبيطلع عشان يرتاح على طول، وبيقولوا انه لازم يوصل بسرعه للمستوى ال20 عشان ينقل نفسه من الطبقه الاجتماعيه دي، وكده هيتعلم مهارات تانية اقوى جدا، لان مصيره مع الايام انه هيقابل الخائن تاني، ولازم المره دي يدفعوا ثمن الخيانه. وفي اليوم التاني بيبقى بيتمشى في امان الله، بس فجاه بيحس ان في حد وراه وبيقول له اظهر يا جبان، وبيطلع الشخص بتاع البطاقه الملكيه وبيقول له انت كنت محظوظ المره اللي فاتت، بس المره دي انا هتاكد اني خلصت منك. فجيان بيقول له هات اخرك يلا، انت فاكر اني اخاف منك انت وشويه الهبل دول؟ وجيان بيكمل كلامه وبيقول له ده انا هعمل منك بطاطس محمره. بس الصدمه انه بيلاقي مهارته متعطله، فالشخص ده بيعرفه ان مهارته متعطله لمده دقيقتين كاملين، وبيكمل كلامه وبيقول له خليك ولد مطيع بقى عشان تموت وانت ساكت. والكل بيهجم على جيان، بس المفاجاه انه مش بيحصل له حاجه، والكل بيستغرب وبيقول ازاي اسلحتنا مش بتاثر فيه، وقائدهم بيقول لهم اغبياء انا هعلمكم تخلصوا عليه ازاي. بس جيان مش بيتحرك، وبرضه ضربه القائد بتعمل له تاثير بسيط في الصحه، وعمنا جيان بيكون مستني الدقيقتين دول يخلصوا، واول لما بيخلصوا جيان بيفتري عليهم وبيستخدم مهاره التنين وبيخلص عليهم كلهم بضربه واحده. فجيان بيقول له ده انت جيت لي مصلحه يا اهبل، ده انا ما كنتش عارف اوصل للمستوى ال20 ازاي، شكرا على الهديه يا معلم. وجيان بيوصل للمستوى ال20 بسبب نقاط الخبره والاسلحه اللي بياخدها منهم، وفي اللحظه دي النظام بيهنيه على وصوله للمستوى ال20، وبيعرفه دلوقتي انه ممكن يروح للمدينه الرئيسيه، وبيروح لموظف النقل وبينقل نفسه لطائفه تانية وطبقه تانية. وبعدها جيان بيوصل لهناك وبيقابل القائد وحلفائه اللي بيكونوا بيتعالجوا. فجيان بيقول له شكرا يا معلم على المكافاه دي، انا مش عارف من غير غبائك كنت هعمل ايه. فالقائد بيتعصب عليه وبيعرفه انه هيدفع ثمن كل ده غالي جدا، بس جيان مش بيهتم بكلامه وبيروح للموظف وبيطلب منه انه ينقله الوظيفه والرتبه، وبينقله فعلا. فبطلنا بينتقل لعالم تاني فيه كل حاجه بمستوى اعلى، وبيشوف هناك المحاربين والقتله والسحره والكهنه والوحوش، وكلهم من مستوى عالي جدا واعلى كمان من المستوى 20. فجيان بيقول ان دول اللي بينافسوا على البقاء على قيد الحياه، ومع ان الوحوش هم اقل واحد فيهم شعبيه بين اللعيبه، لكنه اقوى واحد فيهم لانه بيقدر يستدعي الوحوش بسهوله، وبيقدر يحارب اي ضرر موجود في النظام. ومن الصعب جدا انه يحاول يقرب من مهاراته، لكن لما اللاعبين عرفوا مدى قوته واخترته اتحدوا عليه وقتلوه. وفي اللحظه دي النظام بيظهر له وبيقول له اختار وظيفتك. فجيان بيختار ينضم للقوي سيد الوحوش، فبتظهر له واندا وبتقول له انت لازم تفكر كويس قبل ما تختار، لان المهنه اللي هتختارها دي لازم تكون مناسبه ليك عشان توفر على نفسك تعب كتير وتقدر تتطور اسرع. فجيان بيعرفها انه شخص استثنائي عن الكل، وانه بيقدر يوصل لاي حاجه اسرع من اي حد ب10 اضعافها. وعمنا جيان بدون اي تردد بيختار انه ينضم لسيد الوحوش. فبيقوم سيد الوحوش وبيقول له يا انت كنت فين من زمان يا اخي، ده انا مستني هنا من زمان ومفيش حد بيعبرني ولا بينضم ليا. وبيرحب بيه وبيقول له اهلا بيك في فريق الوحوش. وبيلاقي الموظف بيقول له مبروك على النقل انت كده تمام، وبياخد باله ان كل الناس خايفه من المهمات اللي فيها وحوش، وبيقول ان الموضوع صعب جدا في مدينه الموتى. بس جيان بيفكر انه لو عمل فريق قوي وذكي مش هياخد وقته وهيكسب. وبيلاقي شخص بيقول مين عايز ينضم لفريقي، احنا لسه ناقصنا 2، مين عايز ينضم لينا، احنا عندنا مهمه صعبه في مدينه الموتى ومحتاجين اعضاء جداد. فبتقرب منهم ساحره وبتقول لهم انا عايز انضم للمهمه دي. والجيان بيقول لهم وانا كمان خدوني معاكم لمدينه الموتى. بس الشخص اللي بيكون بيجمع الفريق بيقول ايه ده بقى الواد بتاع مجموعه الوحوش ده عايز يجي معانا، ده ما ينفعش يروح معانا لساحه المعركه، ده لسه صغير واكيد ما عندوش اي مهارات، بس هنعمل ايه احنا محتاجين واحد كمان معانا. وبيقولوا له خلاص تعالى معانا يا معلم. وبعدها وهم ماشيين في الطريق بيقول لهم اكلوا الواد الصغير ده احسن يجرى له حاجه مننا. فالجيان بيعرفوا انه من المستوى 20. فقائد الفريق بيتصدم وبيساله طب ليه ما قدمتش في وظيفه محترمه زي مثلا ساحر او حتى مقاتل. بس جيان بيقول له والله ما اعرفش هي جت كده بقى. لكن في اللحظه دي بيظهر عدو ليهم وبيرمي عليهم سهم، فالقائد بيحاول هو والساحر انهم يخلصوا عليه، بس بيتصدموا انهم جيوش من الهياكل العظميه، والكل بيحاولوا يتعاملوا مع العدو بقوتهم، لكنهم بيكونوا كتير وبيمسكوا البنت الساحره وعايزين يخلصوا عليها. بس في اللحظه دي بيتدخل عمنا جيان وبيلحقها في الوقت المناسب، والقائد بيقول للكل انسحبوا بسرعه من هنا، والكل بيساعد بعض وبيفتحوا طريق عشان يخرجوا من المكان بسرعه. وبعدها بيوصلوا لمكان الزعيم. فالجيان بيعرفهم ان الزعيم ده هو فارس الجليد، وفارس الجليد ده بيقدر يقاوم اي ضرر، ولازم انهم يتجنبوا استخدام التعويذه الهجوميه الكامله في المرحله دي. فالقائد بتاع
الفريق بيساله انت عرفت كل الكلام ده منين؟ هو انت جيت هنا قبل كده ولا ايه؟ بس جيان بينفي ده وبيعرفه ان دي خبرات من كتر لعب الالعاب اللي على الانترنت. بس القائد بيشوف الخنجر اللي من المستوى 15 معاه وبيقول ازاي لاعب مبتدئ ومعاك السلاح ده؟ انت شكلك بتكذب علينا، وانت عارف النسخه دي من اللعبه كويس وشكلك من المطورين. فجيان بيقول لنفسه شكلها هتلعب معاك المره دي وهتكسب. وبعدها جيان بيقول لهم امشوا ورايا وخليكوا ايد واحده عشان نقدر نكسب. بس الفريق ده بيبقى ليهم نوايا تانية هنعرفها قدام. وبعدها بيوصلوا لغرفه الزعيم والجان والساحره بيدخلوا الاول، والجان بيقول لهم تعالوا ورايا وركزوا كويس عشان لو الفريق اتشتت ممكن نموت كلنا. لكن اول لما بيدخلوا باقي الفريق بيقفلوا عليهم الباب، والقائد بيقول لهم اشوف وشكم على خير بعد شويه. فبتزعق له الساحره وبتقول له انت بتعمل ايه؟ احنا فريق واحد يا غبي. بس جيان بيقول لها شكلنا كده دخلنا فريق تعابين، دول عايزين يخلصوا مننا عشان ياخدوا نقاط خبرتنا واسلحتنا. وفي اللحظه دي بيظهر الزعيم وبيهجم عليهم، والجيان بيقعد يحذر في الساحره جوليانا لكنها مش بتكون مركزه وعماله تشتم في القائد والفريق بتاعه. فجيان بيمسكها وبيجري بسرعه بعيد عن الهجوم ده. فجوليانا بتشكره انه انقذها مره تانية. والزعيم ده بيكون من المستوى 30 من فئه السحره وبيستخدم سحره عشان يسبب لهم ضرر كبير. فجيان بيقول لها فكري معايا بسرعه عشان احنا اضعف من اننا نتحمل الضرر بتاعه. فجوليانا بتستخدم قوتها السحريه وبتستدعي محاربين وبتعرفه انهم مش هيصمدوا كتير، فحاول انك تفكر بسرعه. بس جيان بيعرفها انه عارف نقطه ضعف الزعيم وهي الجوهره اللي في رقبته دي وانها مصدر قوته. فجيان بيحاول يستخدم قوته ومهارته عشان يحاول يدمرها، وجوليانا بتأمنه كويس وبتديله فرصه اقوى للهجوم. فبطلنا بيستخدم مهاراته الخاصه وبيعمل مجموعه من الغربان عشان يشتت الزعيم، وبيستغل الفرصه دي وبيجي من ورا ظهره بسرعه وبيدمر الجوهره اللي في رقبته. فالوحش بيموت والنظام بيهني عمنا جيان على الانجاز اللي عمله، وبيعرفه كده انه وصل للمستوى 25 وبيديله مكافأة لقتل الزعيم وهي صولجان الزعيم. فبينبهر هو وجوليانا بالصولجان الاسطوري ده. بس عمنا جيان العبيط بيدي الصولجان هديه لجوليانا. فجوليانا بتقول له بس انت اللي هزمت الزعيم، يعني الصولجان ده من حقك انت. بس جيان بيعرفها ان السلاح ده مصمم للصحراء وهو محارب وحش، وبعدين لولا مساعدتك انت والمحاربين بتوعك دول فما كانش زمان انتصرت على الزعيم وكان زماني ميت. وثلاث اشخاص من اللي كانوا معاهم بيرجعوا تاني، بس بيستغربوا طبعا ان لسه في صوت جوه، وبيقولوا هم ازاي ما ماتوش لحد دلوقتي، وبيحاولوا يفتحوا الباب لكن عمنا جيان بيكسروا فوق دماغهم وبيطلع هو وجوليانا. فالفريق بيتفاجئ بيهم وبيقول لهم انتوا ازاي ما ماتوش لحد دلوقتي. بس جيان بيقول لهم هو انتوا فاكريني عبيط زيكم ولا ايه؟ وواحد فيهم بيقول ده هم كمان اللي موتوا الزعيم، فشكلهم كده مش سهلين ابدا. بس القائد بيعرفهم انهم لازم يقتلوه وياخدوا منه كل حاجه، وبيحاولوا يتقاتلوا معاه بس ما بيقدروش عليه. وبطلنا بيشوف فيهم نفس نظرات زميله اللي خانه. فجيان بيتعصب جدا وبيمسك ايد جوليانا وبيقول في سره معلش بقى استلف مهاراتك، وبياخد قوه الصولجان الجديده مع انفاس الجليد وبيجمد الثلاثه مكانهم وبيقدر يخلص منهم هم الثلاثه مره واحده. بس فجاه بيقع على الارض وما بيبقاش قادر يتحرك. فجوليانا بتتصدم وبتساله ايه اللي حصل لك. فالنظام بيعرفه انه فقد طاقته كلها ولازم يروح مكان امن عشان يرتاح فيه لمده وقت صغير. وبعدها بنشوف بطلنا جيان وهو بيحلم انه قاعد مع والده وبيفتكر لما قال لوالده امتى بقى هتجيب لي لعبه جديده، انا زهقت من كل الالعاب القديمه دي. بس والده بصفته رجل اعمال فما عندوش اي وقت لعيلته، فوالده بيقول له لما اكسب الصفقه دي هجيب لك لعبه عمرك ما حلمت بيها. فجيان بيفرح جدا وبيقول له اكيد هتكسب انا واثق فيك. بس جيان بيقول لوالده انا محبوس في اللعبه هنا ويمكن اتاخر او حتى ملحقش العب باللعبه اللي انت هتجيبها لي. وبعدها جيان بيصحى وبيكون مصدع جدا وتعبان، وبيلاقي جواب جنبه من جوليانا بتشكره فيه على انقاذه ليها، وبتقول له انها راحت تدور على اخوها وانها سايبه له المعدات يمكن يحتاجها، وبتعرفه انهم اكيد ممكن يتقابلوا تاني لو مقدر ليهم ده، وبتقول له انها مستنيه تكون في فريق تاني معاه بفارغ الصبر. فجيان بيمتص قوه المعدات اللي سابتها له جوليانا، بس بيكتشف ان الثلاث اشخاص اللي خانوهم دول عملوا نفس الموقف ده مع اشخاص كتير غيرهم وخلصوا على ناس كتير. بس جيان بياخد باله ان كده مش باقي غير وحش واحد، وبيشوف الخريطه وبيعرف ان الجزء اللي في الشمال ده المخفي من قبر التنين، وان الاشخاص اللي هتقدر توصل لهناك لازم تكون مش اقل من المستوى 40 والا الموضوع هيكون صعب جدا. فجيان بيقول انا لازم المره دي الاقي فريق كويس، وبيفضل يمشي ويفكر هيجيب فريق منين. فبيشوف شويه بنات بيطلبوا من الناس انهم ينضموا للاتحاد بتاعهم، وبيفضلوا يعرضوا مميزات انضمام حد لفريقهم. فجيان بيقول انا المره اللي فاتت ما عرفتش اختار صح واختار انه ينضم لاي ناس وخلاص، لكن المره دي انا عارف انا هعمل ايه وازاي هكون فريقي الخاص. وبيروح للنقابه وبيقابل واحده وبتقول له تحب اساعدك ازاي. فجيان بيقول لها انا عايز اعمل فريق، وبتساله على الاسم، وبيفتكر كلام والده وهو بيقول له ان اللعبه دي مش اي حد هيكسب فيها لان اللي ماسسها ملك قوي وان خيوط اللعبه
اللعبة كلها في ايده، لان في طريقة واحدة بس للفوز، وهو شخص يكون صياد قوي ويقدر على كل الظروف والعقبات اللي هتقابله. فجيان بيقول لها انا هسميه ملك الصيادين، وبتعرفه ان فريقه تم وبتطلب منه دم اعضاء للفريق عشان يقدر ياخد مهمات من النقابة بعد كده. فبطلنا بيقعد يفكر هيجيب الناس دي منين، وفي الاخر بيوصل لفكرة عبقرية، وهي انه يعمل مسابقة مبارزة واللي يكسب فيها ينفع للفريق. فبيعمل المسابقة فعلا وبيصرف عليها، والكل بيجي من كل مكان ومن كل فئة عشان الكل يثبت انه هو الافضل. والمذيع بيرحب بيهم كلهم وبيعرفهم ان البطولة كبيرة وعلى وشك انها تبدأ، وبيبتدوا يتبارزوا مع بعض والناس بتشجعهم. وبيكون في مقاتل بيحارب ساحر، فالساحر بيمسك المقاتل ده وبيديله علقة محترمة، والمقاتل بيقول للساحر استهدى بالله يا معلم، اقول لك على حاجة سيبني اكسب وانا هديك $1,000,000. بس الساحر طبعا بيرفض العرض ده. بس في اللحظة دي الراجل بيفتكر ماضيه لما كانت الدنيا دايسة عليه، لان لو كان معاه $1,000,000 دول كان زمانه لسه عايش حياة عادية، لكن بسبب افلاسه فزوجته واولاده سابوه ومشيوا. بس فجأة ظهر له النظام وغير حياته. فالشخص ده بيقول لا انا مستحيل اخسر كل حاجة، انا ما بقتش اعرف حاجة اسمها المعاناة والهزيمة والعجز. بس للأسف بيقدر ينتصر عليه الساحر وبيعرفه انه مش هيخرج من البطولة دي وهيهزم الكل واكيد محدش هيقدر عليه. فالجيان بيقول له ايوه هو ده اللي انا محتاجه، وبيقول انا لازم اضم الشخص ده للفريق لان شخص بالقوة والعزيمة دي هيكون اضافة مثالية للفريق. وبعدها بيجي واحد عايز يبارزه بس بيكون مستواه 35. فالجيان بيقول له ابارزك ازاي يا عم انا لسه مبتدئ وانت على مستوى عالي وده مش عدل خالص. فالشخص ده بيقول له العب يلا وبطل صياح، بس عشان انت مستواك ضعيف فانا هسيبك تاخد الخطوة الاولى عشان انا جدع. فالجيان بيقول له ما تستخفش بيا عشان محدش عارف مين هيكسب ومين هيخسر. فالشخص ده بيقول له وريني اخرك وبطل رغي، وبيهجم عليه بس الجيان ما بيقدرش يصد الهجوم. فالجيان بيبدأ يحلل مستوى الخطر اللي قدامه، فبيقول انه معاه 4 سيوف كل سيف بروح وكل واحد يقدر يتحمل 100 ضرر، يعني كده هو معاه 2000 نقطة ضرر زيادة عني. فالجيان بيفكر ازاي هيتصرف ويسيب له ال 2000 ضرر دول عشان يوصل لنقاطه الأساسية. والشخص ده بيفهم جيان وبيحاول يهجم عليه، بس جيان بيتفادى الهجوم وبيقول كده مفيش فرصة ان اكسب خالص، لو الوضع فضل يستمر كده هيفضل زي ما هو. وبيفتكر المعدات اللي معاه وانه ممكن يستفاد بحاجة منهم، فبيستخدم حاجة اسمها منقذ بدلة الموت. وعلى الجانب التاني بيكون الشخص ده واثق من نفسه عشان مش عارف حاجة، وبيقول ده انا هخلص منه قبل ما يقرب مني. فبيجمع قوته وبيهجم على جيان وبيخلص على 2500 نقطة حياة بتوعه. والشخص ده بيكون فاكر انه كسب خلاص، لكن في اللحظة دي الأداة بتتفعل وبيستعيد 200 نقطة. والشخص ده بيستغرب هو ازاي ما ماتش بعد ما اتضرب بالسيف. فالجيان بيستغل انه كان مش عامل حسابه وبيسدد له ضربة، فبيخلص على كل نقاط حياته الأساسية وبيكسب جيان المبارزة. فالجيان بيروح يقول له ان في مكان صعب مخفي في الشمال، ولو هو ساعده اكيد هيعدي من المستوى ده. فالجيان بيسأله هي تحب تنضم الفريق ونحقق الانجاز ده مع بعض. والشخص ده بيعرفه ان اسمه كايب، وبيقول له ان المهارات اللي عندك دي مش عند حد عادي، وانا غلط لما استخففت بيك عشان كده اتوقع انك قائد اسطوري، وعموما انا معاك في الفريق الجديد. وبعدها المذيع بيهني الكل على اجتياز الجولة الاولى والفوز فيها، وبيعرفهم ان دلوقتي ميعاد الجولة التانية. وبيطلع الخصمين الجداد واللي هم جوليانا والساحر اللي ظهر في اول الجولة الاولى واللي بيكون اسمه كيركي. بس في الوقت ده جيان بيقول انهم لو ضموا ساحرة هيفرق معهم جامد في الفريق، وبيبدأ يراقب كل معارك الساحرة. وكايب بيعرفه انه هيروح مهمات لحد البطولة دي ما تخلص عشان عايز يعلم من مستواه، وبيقول لجيان لو احتجتني كلمني، وبيعرفه انه مستني منه مكالمة وهو فايز بالبطولة دي. وبعدها كايب بيودعه وبيمشي. وبعدها جيان بيقول يلا اما نشوف اقوى ساحر اللي بيقولوا عليه هيعمل ايه. بس جيان بيتصدم لما بيلاقي جوليانا بتتبارز، والكل بيقول ده كيركي هيحط عليها، ده سحر قوي ومجنون. لكن واحد من الجمهور بيقول لهم ما تقللوش من البنت دي، انا عارف ان كيركي قوي بس هي قوية جدا برضه. وعلى الجانب التاني كيركي بيقول لها صحيح انك بنت، لكن انا اسف انا مش ناوي اظهر اي نظرة رحمة او شفقة بيكي. فجوليانا بتقول له اتكلم على قدك يا حبيبي وبعدين وريني اخرك. وبعدها بتبدأ المبارزة وجوليانا بتستخدم كل قوتها الجليدية عليه، لكنه بيكون واقف ولا متأثر بيها. فجوليانا بتفهم وبتحول على طول على سحر النار. والصدمة برضه ان مفيش اي حاجة بتحوق فيه. فكيركي بيعرفها ان ده دوره بقى والاتنين بيهجموا على بعض. بس بعدها هالة القتل بتختفي والكل بيتصدم ان مبقاش في حد على الحلبة. وبعدها بنلاقي ان كيركي انتصر على جوليانا وكمان بياخد منها السلاح اللي جيان اداهولها. فكيركي بيقول لها انت منافسة قوية جدا وكنت ممكن توصل للنهائيات، بس لسوء حظك انك قابلتيني دلوقتي. وجيان بيجري بسرعة عشان يطمن على جوليانا. فبتعتذر جوليانا لجيان على انها ما قدرتش تحافظ على السلاح بتاعه، بس جيان بيعرفها انه مش مهم
بالنسبه له، وبيقول لها المهم دلوقتي انك كويسه، وبيعرفها انه هيوصل للنهائيات عشان ياخد حقها من كيركي ده. وبعدها عمنا جيان بيكون على اخره وبيدخل اي منافسه بيخلصها في ثواني لحد فعلا ما بيوصل للنهائيات، وبتبقى اخر منافسه بينه وبين كيركي اللي كسب الكل هو كمان. فكيركي بيساله وبيقول له مالك بتبصلي كده ليه زي ما تكون عايز تموتني، وجيان فعلا بيبقى متضايق منه، وبيعرفه انه ما بيحبش الناس اللي بتستولى على اي حاجه مش بتاعتها. فكيركي بيقول ان من ضمن مهاراته انه بينقل حلبة اللعبه لمكان تاني، وبيقول له لو عايز صولجان حبيبتك تعالى وخده، وبينقل الحلبة لمكان تاني. فالجمهور كله بيتعصب عشان مش شايفين اي حاجه. وعلى الجانب التاني كيركي بيعرف جيان انه لا يمكن يكسبه هنا، وبيقول له انه لو استسلم بسهوله هيسيبه يعيش زي ما عمل مع جوليانا. بس جيان مش بيهتم بكلامه وبيحاول يهجم عليه، بس بضربتين بيفقد جزء كبير من طاقته، وبيقول انا لو استمريت في الهجوم كده ولو خدت ضربه قويه هموت. بس جيان بيفكر في حاجه مجنونه فبيضرب نفسه في قلبه وبيموت نفسه، لان طالما هم في الفضاء دلوقتي مش في العالم بتاعه، لو مات هيستنسخ نسخه تانية من نفسه ويبقى شخصيتين، وفعلا بيقدر يصنع نسخه تانية من نفسه. فكيركي بيعرفه ان ده غش واحتيال على نظام البطوله، بس جيان بيقول له يعني ده مش غش، وبيهجم عليه بسرعته هو ونسخته، وبيقدر يسبب له ضرر ضخم في نقاط حياته. لكن كيركي بيقول له انا مستحيل اخسر ابدا، وبيستخدم قوته وبيغفل نسخه جيان وبيخلص عليها. فجيان بيتجنن وبيعرفه انه مستحيل يخسر هو كمان، وبيسدد له ضربه قويه جدا بتخلص عليه. وبعدها بيرجع لحلبة القتال لان المبارزه انتهت، فالجماهير كلها بتهنيه وبيبقوا مبسوطين جدا ان كيركي خسر عشان ما كانش بيلعب بنزاهه وما كانش بيخليهم يستمتعوا بالمبارزات، والكل بيكون فرحان بيه وعاوز ينضم لفريقه. وبطلنا بيكسب مكافأة المسابقة واللي هي سيف من النار والجليد، ده غير انه بيرجع السلاح لجوليانا مرة تانية. بس جيان بيقول لجوليانا اي خدمة حافظي بقى عليه المرة دي عشان لو ضاع تاني انا هنفخك، وبيسألها لو هي عايزة تنضم لفريقه، وبيقول لها انا عارف انك مش فاضية وبتدوري على اخوكي، لكن مع بعضنا اكيد هنلاقيه. فجوليانا من غير تردد بتنضم ليهم، بس الكل بيتلم عليه وبيقولوا له ايه ده طب واحنا كمان عايزين ننضم. فجيان بيقول لجوليانا اجري بسرعة من هنا وبيخلعوا منهم، وبعدها بينتقلوا لمدينة الامل. وجيان ما بيصدق انه خلع منهم، بس بيقابلهم صاحب اخو جوليانا، فجيان بيحاول يحميها لحد ما يتأكد انهم يعرفوا بعض، وبيسألها مين ده ورايحة معاه على فين كده. فجيان بيعرفوا انهم رايحين لامبراطورية التنين، وبيعرفوا ان هو كمان هيروح معاهم. وبعدها بيتحركوا هم التلاتة وبيروحوا القايب اللي بيقول لجيان يا ابن اللعيبة انت مش بس كسبت، ده انت كمان جمعت فريق قوي معاك. وبيكملوا طريقهم، بس بنشوف ان في واحد بيراقبهم وبيبلغ حد بتحركاتهم، وبيروحوا القصر اللي مليان بالتماثيل الحجرية. فجوليانا بتقول لهم ان التماثيل دي مصنوعة بشكل احترافي جدا وكأنها جنود حقيقية وبتبص علينا، بس فعلا التماثيل دي بتبص عليهم وبتبدأ تهاجمهم كمان. فجيان بيقول لقايب اتعامل معاهم واحنا هنكمل، وقايب بيحاول يعطلهم وبيهاجم فيهم، بس في اللحظة دي بيظهر الزعيم هو والفارس الأحمر من المستوى 35، والفارس الأحمر بيروح يهاجم قايب ويحافظ على قصره، وبيقدر انه يسيب قايب إصابات قوية. وفي الوقت ده بنشوف ان في حد بيراقب كل اللي بيحصل في القصر، والشخص ده تحديدا بيبقى عايز يخلص من جيان. وبعدها بنرجع تاني لجيان اللي بيبقى مستغرب التنين اللي بيهاجمهم ده، لانه لو فضل على نفس الهجوم ده محدش هيقدر عليه، وبيحاول يتفادى هجماته، بس الموضوع بيبقى صعب جدا عليه عشان نيرانه بتكون في كل مكان. وقايب بيحاول يحميه بقوته السحرية، بس بيعرفهم انه مش هيقدر يحميهم كتير لان التنين ده قوي جدا. فجيان بيعرفوا ان اكيد نقطة ضعفه هي عينيه، وبيقول لهم بسرعة هاجموه في عينه، والاربعة بيتحدوا عليه وبيهاجموهم بقواهم المتعددة، فبيقدروا اخيرا انهم يخلصوا عليه وبتسكت اجزاء سحرية منه. فالنظام بيهنيهم انهم خلصوا من التنين ده. فجيان والكل بيكونوا مصدومين من الاغراض اللي وقعت، وجيان بيعرفهم ان كل واحد هياخد قطعة، بس لسه عمنا جيان بيروح عشان ياخد القطعة دي. فبيدخل مجموعة من اللصوص وبيحاولوا يخلصوا من جيان، بس صديق جوليانا بينقذه وبياخد الضربات بداله. فجيان بيقول له انت عملت كده ليه؟ فبيعرفه انه انقذ جوليانا وده واجبه اتجاهه، وبيقول له قبل ما اموت اياك تعرض جوليانا للخطر او لاي اذى انا مش هسامحك ابدا. وبيطلع اللي عايز يخلص عليهم وبيقول لهم هو ده القائد جيان، خد منه البطاقة الملكية. وبيقول له انا مش قلت لك هنتقابل تاني وهحاسبك على كل اللي عملته معايا؟ فجيان بيتجنن عليه وبيستخدم بيضة التنين اللي معاه كسلاح، وبيمنحها من دمه عشان يعمل عقد ميثاق مع التنين اللي جواها. والصدمة بقى انه بيطلع روح تنين اسطوري من البيضة دي، لكن التنين بيكون لسه صغير، فالكل بيتصدموا وبيسأله وهو ده سلاحك السري؟ فالقائد بيضحك عليه وبيقول له ايه العبط ده يا ابني، هو ده سلاحك؟ ده انا لو اعتزت فيه هيموت، انت شكلك مش خايف مني. بس التنين الصغير بيتعصب وبيطلع قوي فعلا وبيحرقهم كلهم بضربة واحدة، والكل ما بيكونش مصدق نفسه من الصدمة. والساحر
بتاعهم بيسحبهم كلهم، حتى اللي ماتوا منهم بينسحبوا. وبعدها جيان بيروح يتعرف على التنين ده، ولان التنين ده عمل عقد بدمه فالتنين بيتعرف على جيان وبيكون أليف معاه. وجوليانا بتسأله مين الناس دي، فجيان بيقول لها ان ده شخص غبي بس كان معاه 2 من فريق القمر، بس معرفش ازاي قدر يوصل للفريق القوي ده. وبعدها بيرجعوا للشاب صديق جوليانا واللي بيكون اسمه رافائيل، ورافائيل بيرجع تاني لان بيكون معاه حياة اضافية. ورافائيل بيحاول يهزر مع التنين الصغير بس التنين ما بيقبلش ده وبيضربه على طول. بس في اللحظة دي السماء بتتغير والاجواء بتكون غريبة، فجيان بيقول ده مستحيل، ده معناه كده ان رئيس اللعبة على وشك الظهور بدري، لكن ده ما حصلش قبل كده، ايه اللي بيحصل بجد؟ وفي اللحظة دي برضه بنشوف شخص غريب واللي بيجي خادمه وبيعرفه ان التنين الاسطوري مات، بس لقينا بيضتين تنين لكن بيضة التنين الاسود مفقودة، فالشخص ده بيعرفه منه مش مهتم وبياخد البيض على غرفة معزولة، والصدمة ان الغرفة دي بتكون مليانة من بيض التنانين. وعلى الجانب التاني بيظهر ملك الموت في اللعبة واللي بيبقى مستواه عالي جدا، وملك الموت ده بيكون صدفة انه يخلص على اكبر عدد من اللاعبين، بس عمنا جيان في ظل ما الكل مرعوب وبيفكر وبيقول انه لو خلص على ملك الموت ده هياخد مكافأة كبيرة ومعدات كبيرة لانه عنده فرصة المرة دي يعمل كده. بس ملك الموت بيسيطر وبيرمي مجموعة من الهياكل العظمية عشان تنشر الفوضى وتقتل كل اللاعبين، لكن جيان بيكون محتاج معدات اكتر لفريقه، فجيان بيعرف الفريق بتاعهم انهم ما يخافوش من ملك الموت ده لان الملك ده بيتحرك ببطء كبير جدا، وبيعرفهم كمان انه هينفذ هجمته من بعد 100 متر واكتر عشان محدش يتضرر منه لانه سفاح في المسافات القريبة. فالكل بيتحمس وبيروحوا مع جيان عشان يهاجموا الملاك، بس الملاك بيلاحظ ده وبيأمر جنوده انهم يشتبكوا معاهم، لكن فريق جيان لما بيشتبك مع الجنود دي بيقدر انه يسحقهم بكل سهولة. بس في الوقت ده بتكون جوليانا بتعالج شخص مصاب، وواحد من جنود الهياكل العظمية دي بيغفلها وبيجي من ظهرها وبيكون عايز يخلص عليها، لكن عمنا جيان بيتدخل في الوقت المناسب وبيخلص عليه، وبيعرف جوليانا ان المكان هنا مش آمن تعالج المصابين، وبيقول لها خديهم وروحي على المدينة عشان تعالجيهم. وفي الوقت ده الهياكل العظمية بتتحد عشان تشكل ختم قوي، فجيان بيلاحظ ده وبيعرف قايب انه لازم يمنعهم بسرعة والا هيعملوا هجوم محدش هيقدر عليه. فقايب بيقول له ما تقلقش انا هتصرف، وبيستخدم قوته وبيقدر يدمر الهجوم قبل ما يتنفذ، لكن الصدمة ان بيكون لسه في عدد كتير من الجنود، وواحد من الفرق التانية بيعصب القائد بتاعهم وبيقول له انهم لو فضلوا كده هياخدوا كل المكافآت لنفسهم. فالقائد بيتعصب وبيقول له انا هعلمه الادب عشان يتعلم ازاي يتباهى بنفسه قدام الكل، وبيهاجم جيان من ظهره بس مش بتيجي فيه، فجيان بياخد باله وبيسألهم ايه اللي بيحصل، فالقائد بيقول له انا مش هسمح لك تاخد كل حاجة لوحدك وبعدها تنسب الفضل كله ليك ولعيلتك. فجيان بيعرفهم انهم لو عايزين مكافأة يبقى لازم يحاربوا معاهم. وفي الوقت ده الملك بيقول لهم البشر اغبياء وبيحاول يخلص عليهم كلهم، وبيعرفهم انهم لازم يستسلموا لانهم مستحيل يقدروا عليه عشان هو لحد دلوقتي بيهزر معاهم ولسه ما استخدمش ربع قوته، وبيسدد لهم ضربة قوية وبتعمل هالة سامة في الجو، والهالة دي بتمتص من نقاط حياة الشخص القريب منها. بس في اللحظة دي بتتدخل بنت اسمها رافاي وبتعمل درع وبتحمي بطلنا جيان، وبتعرفه ان هو محتاج يرجع لجوليانا عشان تعالجه قبل ما يموت. بس الملك ده بيكون عايز يخلص على جوليانا لكن في شخص بيتدخل وبينقذها في الوقت المناسب، فالملك بيقول له عيل حقير كمان شكله حابب يموت، وبيعرفه انه مش عشان صد ضربته انه يفكر انه هو خصم ليه. فالشخص ده بيقول له انت متفاخر قوي مع انك حته زباله، وبيقول له انا هوريك ده بنفسك، وبيهجم عليه وبيعمل له اصابه. بس نقاط الملك طبعا بتكون كتير جدا، فالملك بيساله هو ده اخرك بقى ولا هتهزر معايا؟ بس الشخص ده بيقول له ده مجرد تسخين يا حبيبي، انا ماليش اخر، وبيستخدم مهاره قويه جدا بتخلص جزء كبير من نقاط حياه الملك، وبيساله ها كده حلو ولا استخدم قوتي كلها عليك؟ فالملك بيتعصب وبيقول له انا هدفعك الثمن يا حقير، وبيهجم عليه بكل قوته وبيسبب له ضرر خرافي هو كمان. فجيان بيقول انا لازم اتصرف، الملك بتزيد قوته مع كل ضرر بيسببه، بس في اللحظه دي الملك بيسدد له ضربته القاضيه وبيخلص عليه، لكن المفاجاه ان الشخص ده مش بيموت مع ان نقاط حياته 10 بس، والشخص ده بيستفز الملك وبيساله هو ده اخرك ولا ايه، ما تنشف كده. فالملك بيتصدم وبيسدد له هجمات كتير بس مفيش اي هجمه منهم بتحوق فيه، وده بسبب ان الشخص ده معاه بطاقه ملكيه هو كمان، واللي بتخليه محصن لمده 60 ثانيه من الموت مهما كان الضرر. وفي الوقت ده الملك بيتعب جدا، فالشخص بيضحك عليه وبيقول له ده دوري بقى، وبيهاجم الملك وبيموته بكل سهوله، والنظام بيهنيه على قتل ملك الموت وبيمنحه قوته على شكل خاتم الموتى. فالشخص ده بيقول ان دي قطعه اسطوريه وقويه جدا، يعني لازم ما تقعش في ايد اي حد شرير. فجيان بيشكر الشخص ده بس بيتصدم لما جوليانا بتجري عليه وبتاخده بالحضن وبيقول لها يخرب بيتك بتعملي ايه، بس الشخص ده اصلا بيطلع اخو جوليانا واسمه زيدان، والنظام بيدي لكل واحد
واحد فيهم مكافأته بعد هزيمتهم للملك، وبيفتح لهم المدينة الجديدة وبيقدروا انهم يروحوها، والكل بيروحها عشان يعمل انجاز وياخدوا مكافآت. بس اول ما بيوصلوا بيبقوا مستغربينها جدا لانها مختلفة جدا عن مدينتهم، والمدينة دي بتكون عبارة عن برجين، برج الخلود وبرج الشيطان. فبيروحوا الاول برج واللي هو برج الشيطان، واللي بيكون مكون من 100 دور، ولازم كل واحد يدخله لوحده ويطهره من الشر عشان يقدر يدخل برج الخلود اللي بعده. فالجيان بيقولوا انه من 8 سنين دخل البرج ده، لكنه اعلى مستوى وصل فيه هو المستوى 50، لان الوحوش هناك قوية جدا، بس زي ما هو عيب هو ميزة، عشان المكافآت اللي بتاخدها بعد ما تخلص عليهم بتكون مميزة جدا. وبيقطع تفكيره مجموعة من اللاعبين اللي بيجروا بسرعة عشان يدخلوا البرج. فالجيان بيفتكر ان البرج ده فعلا كان بيفتح مرة كل اسبوع، وفاضل 7 دقايق بس وهيضطروا يستنوا اسبوع. وبعدها الجيان بيجمع فرقته وبيعرفهم انهم هيتقابلوا هنا لما يخلصوا. فكايب بيقول لهم طب سلام، وبيدخل هو اول واحد. فالجيان بيقول له يا عليك ده انت كلب مكافآت، وبيدخل كل واحد فيهم وبيحاول يخلص على الوحوش اللي جوه لوحده. بس عمنا الجيان بيتفوق عليهم كلهم، لان التنين بيموت كل الوحوش بسهولة وبيخليه ينهي الدور في ثواني. لكن الموضوع طبعا بيختلف اول لما بيوصل للدور السابع، لان بيطلع له زعيم قوي جدا وبيسأله مين الحقير اللي اتجرأ ويجي وقت غدايا. وفي اللحظة دي بتظهر له واندا وبتعرفه ان ده شيطان قوي جدا، والاحسن انك ما تتواجهش معاه باي شكل، وبتقول له حاول تصبر لان فاضل 3 دقايق بس والوقت ينتهي. بس الجيان بيتصدم وبيسأل ازاي هو ده مش الزعيم، ده كان في المستوى 15، هو ليه كل حاجة اتغيرت عن زمان المرة دي؟ فالتنين بيحاول يعطل الزعيم وبيضربه بالنار، لكن الزعيم بيضحك وبيسألهم هو انتوا فاكرين اني ما بحبش الحر ولا ايه؟ والجيان بيشتبك معاه بسيف النار والجليد. بس الزعيم ده كان قائد الحرس الملكي فبيكون قوي جدا، وبيمسك عمنا جيان وبيروق عليه، والنظام بيعرفه ان فاضل بس 10 ثواني والبرج يتقفل. فالجيان بيقوم يستفز الزعيم ده، فالزعيم بيسدد له ضربة قوية عشان يخلص عليه، لكن بيكون الوقت انتهى والكل بيرجع للنقطة الرئيسية وبيوصلوا كلهم. بس زيدان ما بيخرجش وجوليانا بتبقى قلقانة عليه جدا لان الوحوش اللي جوه دي غشيمة جدا. بس الكل بيحاول يطمنها وبيعرفها ان اخوها قوي وقادر يخرج بسهولة، وبتبقى المعركة الجاية لسه قدامها 4 ساعات. فالجيان بيعرفهم انهم لازم يرجعوا ويرتاحوا كويس دلوقتي، وبيسأل رافائيل وليزا هل تحبوا تيجوا معانا وتنضموا لفريقنا؟ فليزا بتوافق ورافائيل بيقول اكيد عشان احمي سيدتي جوليانا. وعلى الجانب التاني بنشوف زيدان اللي بيكون مستغرب وبيقول الكل خرج، هو ليه انا الوحيد اللي اتحبست جوه؟ اكيد في خلل في النظام. بس في اللحظة دي بيظهر له شخص وبيعرفه ان اللي بيدخل هنا مش بيخرج تاني. فزيدان بيسأله وبيقول له هو انت حارس البوابة؟ لكن الشخص ده بيقول له مش هتلحق تعرف، وبيجمع قوته المرعبة وبيهجم على زيدان. بس بيلاحظ مهاراته الملكية وانه مش بيتأثر، فبيقول له انت حرام تموت هنا، انا هقول لك سر. بعد فترة بسيطة عالم اللعبة ده هيحصل فيه كارثة كبيرة جدا، ومش كل اللاعبين هيقدروا ينجوا منه لان اللعبة دي مصممة لقتل اللاعبين. لكن اياك حد يعرف انه قلت لك حاجة وبيسيبه وبيمشي. فزيدان بيقول له خد هنا وقول لي اخرج من هنا ازاي. فبيعرفه انه محتاج يستنى الاسبوع الجاي لحد ما البرج يفتح تاني. وبعدها الفريق كله بيروح لمكان اسمه مدينة الطاقة، والنظام بيعرفهم ان اللي هيموت في المدينة دي لسه عنده فرصة للحياة من جديد ومش هيفقد كل اغراضه، لكن هيخسر 20% منهم ونص بلوراته اللي جمعها. ومعاكم 4 ساعات بس في مدينة الطاقة للطاقات اكبر كمية من البلورات، وكل ما كان فريقك معاه بلورات اكتر كل ما هتلاقي تصنيفك بيعلى اكتر. فانطلقوا واجمعوا اكبر كمية من البلورات لفريقكم، وبتبتدي اللعبة والكل بيكون مستعد. فالجيان بيحمسهم وبيعرفهم انهم الاقوى عشان يحتلوا اكبر عدد من المعسكرات ويجمعوا كمية كبيرة من البلورات. وفعلا كل واحد بيقدر يحتل معسكر ومفيش اي عقبات او وحوش بتسبب لهم مشاكل، وبكده يكونوا احتلوا 5 معسكرات من المستوى الثالث. بس في اللحظة دي بيظهر فريق تاني وبيكون عددهم كبير جدا، فبيهجموا على معسكر جوليانا بكل ثقة وبيقدروا يحاصروه، بيكونوا عايزين يخلصوا عليها عشان يقدروا يحتلوا المعسكر ده. فجوليانا بتقول لهم دي مش رجولة، طب استنوا حتى لما فريقي يجيلي. وجيان بيلاحظ ان جوليانا في خطر ولسه هيروح عشان ينقذها، بس بيكون في وحش عايز يخلص عليه، لكن التنين بيتدخل في الوقت المناسب وبيخلص عليه. فجيان بيقول له الله عليك يا معلم، بص انا هروح اساعد جوليانا وانت خلي بالك من المعسكر ده واياك حد يحتله. فجيان بيفعل مهارة الحذاء الذهبي وسرعته بتزيد جدا لمدة 20 ثانية. وعلى الجانب التاني بيكون القائد عايز يقتل جوليانا وبيقول لهم انا قلبي مش متواني اموت القمر ده، بس انا مضطر عشان اخد المعسكر ده والبلورات اللي فيه. لكن في اللحظة دي بيوصل عمنا جيان والكل بيتصدم وبيهجم عليه بسرعة، بس عمنا جيان بيستخدم سيف النار والجليد وبيخلص عليهم بسرعة. فالقائد بيعرفه انه مش هيحله عشان موت فريقه، وبيستخدم قوته عشان يحاصر جيان هو كمان، بس سيف النار والجليد بيقطع كل قوته دي بسهولة. والمعلم جيان بيقول لهم ده شرف ليكم انكم
اكتموتو بسيف الروعة دي، وبيخلص عليه على طول وبياخد كل البلورات بتاعتهم. وبعدها بيروح يحرر جوليانا وبيقول لها انت كويسة، فبتعرفه انها كويسة والفضل بيرجع له هو. بس في اللحظة دي بيظهر شخص غريب وبيسقف له وبيقول له لا جامد يا ابني، عجبتني، ابعد عنها بقى عشان دي تخصني. بس جوليانا بتنفي كلامه وبتقول له ما تصدقوش ده كذاب، وماشي ورايا في كل حتة حتى في العالم الحقيقي كان بيزعجني فيه. فجيان بيقول لها يبقى فكك منه وتعالي نكمل مهمتنا. بس الشخص ده بيمنعه بسيفه وبيسأله على فين يا حبيبي، والشخص ده بيعرفه انهم ممكن يتنافسوا وبيقول له لو كسبت هديك 10 معسكرات ليك، بس لو خسرت هتسيب جوليانا وتمشي من سكات. لكن جيان بيرفض عرضه وبيعرفه انه مش موافق ولا فاضي حتى يقتل شخص غبي زيه. والشخص ده بيتعصب انه جيان رفض عرضه، فبيبتدي يزود سرعته 10 اضعاف وبيهجم عليه. والشخص ده بيعرفهم ان مفيش حد هيخرج من هنا حي، وبيبدا يحدف عليهم سيوف كتير جدا. وسرعان ما بيغدروا وبيطعنوا وبيفضل يتنمر عليه، بس ما يعرفش ان جيان معاه مهارات اقوى منه بكتير، وانه ما بيموتش على ايد اغبياء زيه. وبيفضل الشخص ده يحاول انه يخلص عليه بس ما بيعرفش برضه، لكن كل الضربات حتى مش بتاثر على نقاط حياه بطلنا. والشخص ده بيستدعي كل فريقه ويمكن يقدروا يخلصوا عليه مع بعض، بس كلهم بيحاولوا وما بيعرفوش يعملوا اي حاجه. فالكل بيكون مصدوم انه بيصد كل الهجمات دي بجسده بس، وبيقولوا للقائد بتاعهم يا عم ده مش بني ادم عادي. والمعلم جيان بيفضل يتنمر عليهم وعلى ضعفهم وبيقول لهم ها خلصتوا ولا ايه، دوري بقى. وبيستخدم انفاس التنين البركانيه وبيخلص عليهم. وزعيمهم بيقول له انسى انا مش هديك حاجه، روح دور بنفسك. بس جيان بيديله علقه محترمه وبياخد كل المعسكرات منه بالعافيه. والنظام بيديله مكافآت الشخص ده. فجيان بيقول له انا كنت عارف انك كذاب بس انا محدش يضحك عليا. وفي الوقت ده كل الفريق بيوصل وبيسالوه هو في حاجه ولا ايه، بس بيلاقوا جيان قاعد بيألف في النظام ومفيش اي حاجه بتحصل، وبيفهموا خلاص انه تعامل مع الخطر. والنظام بيقول له انا فاضل شهر في فعاليه المنافسه بين النقابات، وبيعرفهم انه لو عايزين يحتلوا المركز الاول يبقى لازم يستخدم تقنيه الهجوم التكتيكي عن بعد عشان يحتلوا اكبر عدد من المعسكرات اللي احتلتها النقابات التانيه. والمقصود بالنقابه هو الفريق يا معلم. المهم فجوليانا بتعرفهم ان انسب واحد في المهمه دي هو رافائيل، لانه افضل رامي سهام عن بعد انا شفته في حياتي. والكل بيطلب من رافائيل انه يبقى القائد في الهجمات دي، بس المعلم رافائيل بيرفض بسبب ماضيه لانه بيخاف يفشل تاني زي ما فشل في بطوله العالم للرمايه ويعرض الكل للخطر. لكن جيان بيعرفه انه قوي جدا وماهر، وبيقول له انت لو كنت فاشل زي ما بتقول ما كنتش تقدر انك تنقذنا كذا مره، عشان كده انا واثق فيك انك تقدر تساعدنا. فرافائيل بيسترجع ثقته في نفسه من تاني وبيعرفه انه خلاص موافق. وبعدها بيكون فاضل 14 دقيقه على انتهاء الجوله النهارده، فالفريق بيتحرك بسرعه وبيبتدي يهاجموا على واحده من المعسكرات. وطبعا انتوا عارفين اكيد اختاروا مين الشخص اللي كان عايز جوليانا. وفي الوقت ده طبعا بيكون متعصب ان جيان غلبهم كلهم. واحد من الفريق بيقول له ما تقلقش احنا في مركز كويس وكلها شويه ونقدر نحتل المركز الاول كمان في وقتها. والبنت جوليانا دي هي اللي هتجيلك زحفه عشان تنضم ليك يا زعيم تورام. بس تورام لسه بيرد عليه فبيتفاجئ في سهم بقلبه وبيموته تاني. وباقي الفريق بيغدر الفريق التاني وبيحتلوا المعسكر ده، وبعدها بيكرروا نفس العمليه على باقي المعسكرات. وفعلا بيبتدي مستواهم يعلى اكتر واكتر. وبعدها بنروح لمدينه القمر، واثناء ما هم ماشيين فبتيجي واحده وبتخبط في جوليانا وبتعتذر لها، بس البنت دي بتكون مراقباهم اصلا عشان تسرقهم وبتاخد منهم العلاج بتاع ملك الموتى. فرافائيل بيزعق لها وبيقول لها مش تفتحي يا بت انتي، بس البنت بتعمل نفسها من بنها وبتجري بسرعه. وجوليانا بتلاحظ ان الخاتم اللي خدته من اخوها فجاه اختفى، فبيحاولوا يلحقوا البنت دي بسرعه بس فجاه واحده بتختفي. بس عمنا جيان بيبقى عارف المكان اللي هتروحه وبيروح وراها، والكل بيحاول يروح معاه عشان يساعده. لكن جيان بيعرفهم انه مش هيتاخر عشان مهمتهم الجديده، بس بيشوف واحده محتاجه للمساعده فبيروح بسرعه الاول. وبتطلع هي نفس البنت اللي سرقتهم اصلا، وفي فرقه تانية عايزه تقتلها وتاخد كل اللي معاها. بس قبل ما يخلصوا عليها بيتدخل عمنا جيان وبيوقفهم وبيقول لهم مش عيب تتكاثروا على طفله يا اندال. وبضربه واحده من سيفه بيدمر سيف واحد منهم، فالكل بيتصدم من قوته المرعبه وبيهربوا بسرعه قبل ما حد ما يموت. وبعدها جيان بيعرفها انها غلط تبقى بره لحد دلوقتي. والبنت بتقول له انت طردتني كل ده عشان خاتم يا بخيل. فجيان بيقول لها يعني حراميه وبجحه، على العموم خليهولك دلوقتي وانا هعرف ازاي ياخده منك بعدين. وبيسيبها وبيمشي، بس البنت بتروح وراه تاني وبتقول له انها خايفه تروح لوحدها. فجيان بيعرفها ان دي مشكلتها مش مشكلته، والبنت بتقول له انها ممكن تعرفه المدينه بمقابل انه يوصلها لمكان امن. فجيان بياخدها وبيروحوا فندق فعلا وبيحجز لها اوضه وبيحجز لنفسه اوضه وبيحاول ينام بعد تعب طويل طول اليوم. لكن بعدها البنت دي بتدخل عليه الاوضه وبتحاول تموته عشان تاخد ادواته، بس المعلم جيان بتتقلب وهي بتطعن السرير. فالبنت بتقول له كنت محظوظ بس وريني هتفلت مني ازاي دلوقتي.
دلوقتي، لكن فجأة بيصحى جيان وبيخبطها بالغلط. وفي الوقت ده البنت بتخفي السكينة وبتفعل وضع الحنينة. فجيان بيسألها انت بتعملي ايه هنا؟ فالبنت بتقول له اصل حلمت حلم وحش وان الناس كانوا بيطردوني فيه، فجيت هنا عشان خايفة واسفة لو قلقتك. فجيان بيقول لها ولا يهمك، تعالي وارتاحي وما تخافيش انا معاكي. وبعدها البنت بتكون بتمثل انها نايمة، والمعلم جيان بيكون عارف انها بتمثل وبيقول في سره بقى انت خايفة عليا انا؟ ده انا اقطع دراعي من هنا لو ما كنتش انت اللي بتخوفيهم. وفي اليوم التاني بيسألها هي الفرقة الملكية موجودة هنا؟ فالبنت بتعرفه انهم دايما موجودين في الكنيسة، بس وهم ماشيين بيظهر لهم شخص اسمه شارلوك وبيقول للبنت دي اخيرا رجعتي ولسه هيمسكها، بس جيان بيمنعه وبيسدد له ضربة قوية جدا. فشارلوك ما بيبقاش فاهم مين ده وبيعمل كده ليه، والبنت بتسأله انت مجنون ولا مش عارف مين ده، وبتعرفه انه شارلوك هو الرئيس هنا ومحدش بيقدر عليه. فجيان بيقول له يا حقير، يعني خنت صاحبك قبل كده ودلوقتي بتفتري على الغلابة دول. وبنعرف ان شارلوك ده هو اللي قتل جيان في الحياة اللي فاتت. فالمهم بقى شارلوك بيتعصب عليه وبيعرفه ان المكان ده بتاعه وان اي دخيل هيعمل شغب هيخلص منه. وشارلوك بيستخدم مهارته السحرية واللي هي التخفي، واللي بتقدر حتى تخفي اصوات اقدامه وريحته كمان. فجيان بيفتكر ان هي دي الطريقة اللي قتلوا بيها قبل كده، وبيفكر ازاي هيخلص منه وهو مخفي عشان يقدر ينتقم منه وياخد حقه. وفي الوقت ده شارلوك بيحاول يهاجمه ويقتله، بس جيان بيبقى عارف قدراته وبيحاول يبقى دايما سابقه بخطوة. فشارلوك بيبقى مستغرب ازاي هو عارف خطواته، وجيان بيقدر يحدد مكانه بدقة وبيسدد له ضربة قوية بتدمر تخفيه، وبعدها بيكون عايز يخلص عليه. بس شارلوك مش بيكون مصدق نفسه ان في حد بالقوة دي. وفي الوقت ده جيان بيجمع كل قوته عشان يخلص عليه، بس بيظهر شخص تاني متخفي وبينقذ شارلوك من جيان وبيختفي بيه. فجيان بيكتشف انه حد من الفرقة الملكية، فاكيد هيستخبوا في الكنيسة. فجيان مش بيحلهم وبيروح وراهم بسرعة عشان اما صدق انه قابل الخائن تاني. وبعدها جيان والبنت اللي اسمها مساكي بيوصلوا قريب من الكنيسة، ومساكي بتعرفوا ان المكان ده خطر جدا، وانا حاسة انهم استدرجوك لحد هنا عشان يغفلوك. بس جيان بيقول لها انا لازم ادخل لجوه لهدف معين حتى لو فيها موتي. فمساكي بتقول له دوس وانا وراك يا معلم، وبتطلع له حبوب مخدرة وبتعرفه انها عندها فكرة كويسة. وبعدها بيجوا الحراس، فجيان بيختفي ومساكي بتخدرهم وبياخدوا لبسهم عشان يعرفوا يدخلوا الكنيسة عادي من غير ما حد يشك فيهم. بس جيان بيعرفها برضه انها تحاول ما تلفتش الانظار. فمساكي بتقول له ما تقلقش انا خبرة في الحاجات اللي زي دي. وبعدها بيفوق شارلوك وبيقول انا ايه اللي جابني هنا وايه المكان ده، وبيجي واحد وبيعرفه انه مخطوف هنا ومش من حقه يسأل على اي حاجة عشان هو مش هيفهم اي حاجة، فاحسن لك انك تقعد ساكت عشان لو ما قعدتش ساكت انا هخلص عليه. وبعدها بيروح جيان ومساكي الحراس الامن على اساس انهم حراس زيهم، وبيخليهم يروحوا يرتاحوا وهم هيقفوا مكانهم. بس حراس الامن بيكونوا اذكياء جدا وبيكشفوهم، فبتضطر مساكي انها تخدرهم بسرعة. ومساكي بتعرف جيان ان شارلوك اكيد جوه، فجيان بيدخل على طول من غير اي تردد. بس بيكتشف ان مساكي كل ده كانت بتضحك عليه، وبتحبسه في مكان لوحدها وبتعرفه انها كانت مهمتها وبتقفل عليه، وبتقول له انا اسفه بس يا ريت ما اشوفش وشك تاني. وبعدها مساكي بتطلع تاخد مكافئتها من الحراس، والحراس بيشكروها على تعاونها معاهم وانها سلمت جيان ليهم. فمساكي بتقول له يا عليا ده انا نسيت اقول له ان النصب في مدينه القمر حاجه عاديه جدا، لا يزعل مني ولا حاجه، لا اصيله يا بنتي والله. وفي الوقت ده جيان بيقعد يفكر مع نفسه وبيقول اكيد الفرقه الملكيه هي اللي بعتتها ليه عشان تستدرجني ليهم، وانا زي الحمار مشيت وراها وصدقتها للاسف. وجيان بيكتشف ان المكان اللي محتجز فيه ده عباره عن ممر مغلق، وفجاه بيظهر له مجموعه من المغامرين الاقوياء، وبتبقى مهمتهم هي انهم لازم يخلصوا على جيان. فالكل على طول بيستعدوا عشان ينهوا المهمه بسرعه، وبيروحوا كلهم عشان يهاجموه ويخلصوا عليه. بس جيان بيبقى سريع جدا وبيستدعي الغربان بتاعته وبيصد الهجوم ده. فالشخص ده بيرجع فاسه بسرعه وبيروح يهجم على جيان، وبيعرفه ان الحركات القذره دي مش بتاكل معاه، وبيهجم عليه من تاني بكل غضب. بس جيان بيستخدم سيف النار والجليد وبيجمد المكان، فالشخص ده بيقع وهجومه بيفشل. فبيقول لجيان بطل تلعب بكزارة يالا انت وما تبقاش رخم. فجيان بيقول له هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انت ليلتك سودا. وفي واحد من الاشخاص دول بيكلم زميله وبيقول له شكل كده جيان ده قوي جدا، ده الرئيس مش عارف يعمل معاه اي حاجه. بس زميله بيقول له بطل تفاهه، انا هوريك هعمل في ايه دلوقتي. وبيروحوا بكل حماسه وبيقيد جيان، وزميله التاني بيستخدم قوته عشان يخلص عليه وينهوا المهمه. بس جيان بيستدعي التنين الصغير بتاعه بسرعه عشان ينقذه. فالكل بيتصدموا ان جيان معاه وحش اسطوري زي ده، والتنين على طول بيفك جيان. وجيان اول ما بيتحرر بيهجم عليه وبيسدد له ضربه قويه، وبيقول له بصراحه كانت محاوله كويسه منك بس انا اقوى منكم بكتير. والشخص المقنع ده بيقول للقائد هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا محدش
محدش قال لنا ان جيان ده مروض تنانين من المستوى الاول. فالقائد بيعرفوا انهم مش هيعرفوا يخرجوا من هنا الا لما يقتلوه، والتلاتة بيحاولوا يهاجموه تاني بكل قوتهم المرة دي، بس ما بيقدروش على قوة جيان والتنين اللي بقى اكبر واقوى من الاول. وجيان بيعرفهم انهم يستسلموا احسن ليهم. فبيقوم القائد وبيقول له انت شخص محظوظ، بس انا لو قابلتك تاني مش هرحمك. فجيان بيعرفه انه جاهز في اي وقت يحب يموت فيه. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم الشخص اللي خطف شارلوك وبيقول لجيان يا اهلا وسهلا اخيرا اتقابلنا تاني. بس جيان بيستغرب مين ده ويعرفه منين، وبيسأله انت مين وعايز ايه بالظبط. فالشخص ده بيقول له ما تستعبطش، انت عارف انا اقصد ايه، بأمارة لما دخلت القصر وسرقت بيضة مش من حقك. بس جيان بيعرفه انه مش عارف هو بيتكلم على ايه بالظبط. فالشخص ده بيقول له ابتدينا في التحوير تاني. والشخص ده بيعرفه انه جاي عشان يعمل معاه صفقة بس مش اكتر، وبيقول له انه هيقدم له معدات وثروة كبيرة جدا مقابل حاجة بسيطة كانت ملكه اصلا، واللي هي التنين الاسود ده. وبيعرفه انه لو رفض عرضه مش هيخرج من المكان ده حي. بس جيان اصلا ما بيكونش مهتم بعرضه، وبيقول له انت شخص مريض وعبيط، انا مش بتفاوض على اصدقائي. والشخص بيقول له تمام انا فهمتك، وبيهجم عليه باستخدام التنانين. بس جيان بيلاحظ ان مهارته فيها مشكلة وما بيقدرش يستخدمها كلها، لكن جيان بيبقى مأمن نفسه بالناقل الفضائي. وفي لحظة بيختفي من المكان ده، والشخص ده بيفهم ان جيان مش شخص عادي ومش سهل، فلازم يتعامل معاه معاملة خاصة. وبيقول لنفسه اسوأ حاجة انك تتعامل مع شخص مش فاهمه. وبعدها بيروح لشارلوك وبيعرفه انه لازم يخلص من جيان قبل ما هو يخلص منه، وبيعرفه انه هيساعده. فشارلوك بيكون خايف جدا من عمنا جيان، بس الشخص ده بيعرفه انه جيان مش هيحله الا لما يخلص عليه، فعشان لازم يضمن انه هيعيش فلازم يخلص على جيان بنفسه. والشخص ده بيكمل كلامه وبيقول له ثم ان ده امر وانا محدش يقدر انه يعصالي امر. وبنعرف ان الشخص ده بيبقى عايز يسيطر على حاجة في المدينة، وانه اصلا ساب جيان يهرب بمزاجه عشان يتسلى، لان الشخص ده اساسا هو ملك التنانين من المستوى التاني، وقوته اعلى بكتير من جيان، وشكله كده خصم مش سهل ابدا. وبعدها بنشوف جيان اللي بيرجع للمدينة تاني، بس جيان بيستغرب هو ازاي يعرف ان دي تاني حياة ليه، وبيفكر هو ازاي الشخص ده عارفه بالقوة دي. فبيقول شكل كده ان الشخص ده ممكن يكون هو كمان رجع بالزمن، ودي كده تكون تاني حياة ليه زي ما انا عملت. وبتظهر واندا لجيان وبتعرفه انه لازم يرتاح عشان طاقته قربت تخلص. بس جيان بيقول لها انه لازم يرجع لفريقه عشان ما يقلقوش عليه اكتر من كده. وفي الوقت ده فعلا الكل بيكون قلقان على جيان، وجوليانا بتسأل نفسها وبتقول هو ليه جيان كل ده لسه مرجعش. فجيان بيجي من وراها وبيقول لها انا رجعت اهو يا معلمة، بس للاسف ما قدرتش امسك البنت اللي سرقت الخاتم منك، لكنها هتروح مننا فين اكيد هنلاقيها وهنرجع الخاتم. بس جوليانا بتقول له مش مهم، اهم حاجة انك رجعت بالسلامة. وليزا بتسأل جيان وبتقول له احنا هنعمل ايه دلوقتي. فجيان بيعرفها انه بعت رافائيل عشان يجمع شوية معلومات عشان يعرف قيمة الخاتم ده، وممكن يلاقي البنت بتبيع الخاتم ويقبض عليها. وفي اللحظة دي بيجي رافائيل وبيقول لجيان انت سمعت اللي هيحصل. فجيان بيقول له خير ايه اللي هيحصل. فرافائيل بيعرفه ان الخاتم هيتباع في مزاد علني الليلة. فجيان بيقول له اكيد هنقابل اللي لسه هناك، وممكن كمان اقابل الحقير اللي اسمه شارلوك تاني، بس يا رب ما اقابلش الشخص المجنون ده تاني. فجيان بيقول لهم خلاص خلينا نروح المزاد ده عشان نشتري شوية معدات قوية، لان القتال الجاي مش هيكون سهل ابدا. وبعدها بنروح للمزاد والمذيعة بتعرفهم ان النهارده يوم مش عادي، لان في قطع ومعدات قوية وكمان وحوش ومخلوقات اسطورية. فجيان بيعرف جوليانا انه هيدخل الاول لوحده عشان يأمن المكان. فجوليانا ما بتكونش فاهمة حاجة بس بتقول له تمام. وجيان بيدخل على واحدة من البنات اللي بتكون عاملة متجر، فبتسأل تيان تحب تشتري حاجة من عندي. فجيان بيقعد يفكر وبيتوه في عينيها الجميلة، وبيخرج يلاقي نفسه شاري معدات ب1000 قطعة ذهبية. بس ما تستهترش بالمبلغ ده يا صديقي لانه مبلغ كبير جدا لانه ذهب حقيقي. وجيان البنت بتضحك عليه بكلمتين، فبيشتري منها كل الجرعات السحرية، وبيتفاجئ بعد ما بتغفله ان ضيع 4000 قطعة ذهبية. وبعدها جيان العبيط بيبطل صياح وبيروح للمزاد، فبيسأل نفسه هو ليه المكان ده هادي جدا، هو مش برضو المفروض ان ده مكان المزاد ولا انا تهت ولا ايه. بس بيلاقي نفسه في المكان الصح، والمذيعة بتبدأ المزاد بقطعة من جلد الخراف ب100,000 قطعة ذهبية. فالكل بيشتم المذيعة وبيقول لها ايه العبط اللي انت بتعمليه ده، شيلي يلا القرف ده مش ناقص عبط وتضييع وقت، دي اسوأ بداية المزاد شفناها في حياتنا. بس عمنا جيان بيعرض ال100 قطعة ذهبية عشان ياخدها، فالكل بيضحك عليه وبيقول عنه انه غبي، ده ضيع 100 قطعة ذهبية في بتاعة عاملة زي مناديل الحمام، ومحدش اكيد بيزايد وجيان بيفوز بالمزاد ده. فالجيان بيقول عليهم اغبياء بكرة يندموا عليها، وهيعرفوا قيمتها لما افتح المهمة المخفية لسيد التنانين. فالمذيعة بتقول للكل خلاص ما تزعلوش، دي احسن قطعة في المزاد كله، وبتكون هي خاتم الموتى بتاع البنت جوليانا. والمذيعة بتعرفهم ان السعر المبدئي هو $10
10,000 قطعة ذهبية. فالكل بيتصدم من السعر الخرافي ده. صحيح انها قطعة اسطورية لكن سعرها حوالي نص مليار دولار. وفي الوقت ده بنشوف تورام مع شخص ضخم من الوحوش، وتورام بيلاحظ وجود جيان في المزاد، بس بيقول جيان ده مين اللي يجي في الوحش اللي جنبي ده ممكن يعمل من جيان في ثانية بطاطس مهروسة. وفي الوقت ده جيان برضه بيلاحظ وجود تورام والوحش ده، وبيقول هو صحيح شبه البشر لكنه باين جدا انه من الوحوش، فازاي قدر انه يدخل لمدينة فيها بشر بكل سهولة كده. وبعدها بيتكلم الوحش وبيقول للكل انا عايز الخاتم ده، يعني مفيش حد فيكم يفكر يزايد عليا، لان من الاخر مش هسمح لاي حد انه ياخد الخاتم مني. فبيقوم واحد من الجماهير وبيقول له لا طبعا ده مزاد علني، اوعى تكون فاكر انك عشان ضخم اننا هنخاف منك. فالوحش بيتعصب جدا عليه وبيسدد له ضربة قوية جدا. فالشخص ده بيقوم وهو مرعوب من القوة المدمرة دي، بس بيجي عمنا جان وبيقول له سيب لنا الطلعة دي، وبيقول للوحش ده انسى انك تاخد الخاتم باي شكل غير قانوني، لان انا عايزه والكل كمان عايزه، فطالما محتاجينه يبقى نتزايد عليه. وفي اللحظة دي بيدخل المعلم تورام وبيولع الدنيا، وبيقول للوحش ان ده جان اللي انا قلت لك عليه قبل كده، واللي بقى ازاي بشر حقير زي ده هيقول لك تعمل ايه او يمشي كلامه عليك يا ملك. فالوحش بيتعصب عليه وبيقول له انت فاكر نفسك مين يلا؟ حتى لو كان عندك موهبة اسطورية انا مش هحلك وهخلص عليك. وبعدها جيان بياخد رافائيل وقايب على جنب كده وبيقول لهم بصوا عايزكم تعملوا لي نوش كده وتكسبوا لي شوية وقت. فرافائيل بيقول له بس كده انت تؤمر يا زعيم. ورافائيل وقايب بيروحوا للوحوش دي وقائدهم وبيتنمروا عليهم، وطبعا الوحوش ما بيعجبهمش الكلام ده، فكلمة من هنا على كلمة من هنا بتقوم المعركة والكل بيمسك في بعضه. فالمعلم جيان بيستغل المعجنة اللي حصلت دي وبيستخدم الحذاء الذهبي السريع، وكمان بياخد جرعة التخفي وجرعة تعزيز القوة، وبيرمي جرعة وسط الخناقة دي، فبيحصل انفجار كبير جدا والكل بيخاف لا تكون قنبلة. وفي اللحظة دي البنت اللي شايلة الخاتم بتتشتت من الانفجار، فالجيان بيسرق الخاتم منها وبيمشي، بس قبل ما بيمشي بيمسي على جوليانا والوحش بيدوس عليهم بجزمته. فالوحش بيقول مين الحيوان اللي عمل كده، انا والله ما هحله. ولسه الجيان هيضربه تاني بس النظام بيعرفه انه معاه 10 ثواني بس وجرعة الاختفاء تنتهي. فالجيان بيستخدم الحذاء الذهبي وبيطير من هنا بسرعة، وبيقدر ينجح وبيبعد عن دار المزادات قبل انتهاء الجرعة، وبيقول الحمد لله ربنا ستر وهربت منهم. وبعدها جيان بيرجع لفريقه تاني وجوليانا بتقول له اخيرا رجعت، ده انا كنت قلقانة جدا عليك، طمني انت بخير؟ فالجيان بيقول لها انا تمام وجبتلك كمان الخاتم بتاعي، ولحسن حظنا لسه فاضل 3 دقايق قبل ما يتم اصدار فاتورته. وبنعرف ان اي حاجة بتخرج من دار المزادات بعد 5 دقايق بيتم تسجيلها باسم صاحبها، وبعد انتهاء المدة جيان بيستلم الفاتورة وبيكون خلاص خلص الاجراءات وكل حاجة تمام، والكل بيكون مبهور بذكاء عمنا جيان. بس جيان بيكون بيفكر في البت مساكي الخنزيرة اللي غفلته، وبيقول يا ترى هي راحت فين دلوقتي، انا نفسي اقابلها واديها اللي فيه النصيب، عشان هي عاملة عليا بنت بريئة وهي مش سالكة اصلا. وعمنا جيان بيستخدم الناقل الفضائي وبيروح لمساكي، وفي الوقت ده بتكون مساكي واقفة في امان الله، وبتلاقي فجأة واحدة الخاتم اللي سرقته في ايديها. فالبنت بتستغرب وبتقول ايه ده، بس انا ما دخلتش المزاد. بس بنعرف ان جيان ابن اللعيبة طلب الفاتورة باسم ميساكي، عشان كده الخاتم راح ليها على طول وهو عارف مكانها بالظبط. فجيان بيظهر جنبها وبيقول لها انا عارف انك ما دخلتيش مزاد بس انا دخلتك. فميساكي بتتصدم اول لما بتشوفه وبتساله انت هربت ازاي من ايد الفرسان الاباطره دول. بس قبل ما جيان بيرد عليها بتقول له مش مهتم اعرف اصلا، طز فيك انا مش فاضيالك اصلا. وبتقول له سلامه مغفل وبتاخد الخاتم وبتخلع بسرعه. بس جيان مش بيحلها وبيقول لها خدي انا يا بنت الحراميه، والاتنين بيقلبوا توم وجيري عشان جيان يرجع منها الخاتم تاني. فميساكي بتجري منه اسرع من جيري نفسه وبتساله خاتم ايه، انا عمري ما شفت خاتم قبل كده اساسا. بس جيان بيقدر يوصل ليها وبيمسكها ولسه بيقول لها اطلعي بالخاتم بدل ما فرتكك. ففجأة بيلاقي فاس طاير عليهم وبيتفادوا على اخر لحظة، وبيجي الوحش من المزاد وبيكسر الحيطة وبيقول لميساكي اخيرا لقيتك يا بنت الايه. فبياخد باله من جيان هو كمان وبيقول له ايه ده مش انت الواد بتاع المزاد. فالبنت ميساكي بتعرف جيان انه وشه فقري، فجيان بيقول لها منك لله انت عامله مشاكل مع طوب الارض يا اللي تنشل. فميساكي بتقول له لا والله عيب عليك، ده هو بس مجرد سوء تفاهم بسيط ما بيننا. وميساكي بتاخد جيان بالحضن وبتقول له اخويا اللي ليا، واكيد انت مش هتسيبني اتعمل بصرنا من الوحش ده مش كده؟ بس جيان بيقول لها والله ولا انت اختي ولا اعرفك حتى، لكن الوحش ما بيكونش شايف قدامه وبيقول له اخوها طب تعالى لي بقى عشان انت اللي هتحاسب على المشاريب، وبيجري بسرعه وبيهجم عليهم. فجيان لسه هيدافع عنها بس مش بيلاقي ميساكي اصلا وراه. فجيان بيقول لها يا بنت الغداره خلعتي تاني. فالوحش بيتعصب عليه وبيقول له انت بتبص حواليك ومش خايف مني؟ طيب انا هخليك
تخاف وبيرزعوا ضربة قوية جدا بتطيره لبعيد. فجيان بيكون مصدوم من كمية الألم دي. فالنظام بيعرفه ان الضربة دي بس قللت من نقاط حياته 800 نقطة. فجيان بيفهم ان المعركة دي خسرانة لان من ضربة واحدة بس خسر 800 نقطة حياة وهو اصلا مش قادر. فالوحش بيقول له حلو قوي، اظن كده عرفت غلطتك، سلمني بقى البنت دي واركع واعتذر وانا هسامحك على غلطتك دي. فجيان بيجمع قوته وبيتكلم مع الوحش ده وبيعرفه انها مش اخته ولا يعرفها واصلا هي نصابة. فالوحش بيتعصب عليه وبيقول له بتكذب عليا تاني، انا شايفك واخدها بالحضن واكيد انت كنت بتحاول تطمنها عشان كده مشي. فجيان بيتفادى ضربته القوية وبيقول له انت غبي والكلام والادب مش هينفعوا معاك. وبيقول له بقول لك ايه تعالى، وبيطلع سيف النار والجليد وبيهجم عليه وبيسبب له ضربه بقيمه 300 نقطه. فالوحش بيتعصب عليه وبكل برود بيقلع الجاكيت وبيقول له اللي يزعجني يستحمل تصرفاتي. وبعدها الوحش ده بيفعل قوته واللي هي رباط الدم الملحمي وبيهجم على جيان، ومع كل هجمه بيسبب له ضرر كبير. فجيان بيعرف ان موهبته الملحميه بتزيد كل ما بيتعصب، ده غير انها بتمتص من نقاط حياته وقوته. والوحش ده بيقول لجيان انت جيت مع الشخص الغلط لان انا زعيم طائفة الشر واللي يهزر معايا يستحمل بقى. وفي اللحظة دي جيان بيتأكد ان المعركة دي خسرانة وبيقول كده ما قداميش غير حل تاني ان اتصرف بسرعة، وبيكون معاه ازازة اكسير في ظهره وبيشربها بسرعة. بس الوحش بيقول له والله لو عملت ايه مش هيجي معايا لان عاجلا او اجلا القوة بتاعتك دي هتبقى ملكي انا. فجيان بيقول له طب وريني يا حلو وبيهجم عليه. فالوحش ده بيتعصب وبيرد له الضربة، وطبعا انت مستغرب هو جيان بيهجم عليه ليه من غير السيف. بس دلوقتي يا صديقي هتفهم كل حاجة، ولان الوحش ده بيسدد له ضربات قوية على نقاط حياته وجيان بيعمل نفسه متضرر بس بيمسك فاسه بسهولة. فالوحش بيستغرب ايه القوة المرعبة اللي بقت معاه دي وبيسأله انت ازاي قدرت تشيل سيفي، هو انت شربت ايه بالظبط؟ فجيان بيقول له جرعة سم متقدمة يا معلم، وبما ان مهاراتك هي الامتصاص فالف مبروك يا حبيبي، لان السم ده بمجرد ما ينتشر في جسمك هيسبب 100 نقطة ضرر كل ثانية وهيقضي عليك في ثواني. فالوحش ده بيقول له يا ابن الغدارة اللي انت عملته فيا ده، انت كده بتموتني بالبطيء عشان تخلص مني. والسم بيكون سيطر عليه وعمال يخصم من دمه، بس الجان هو كمان دمه بيكون عمال يتسحب منه هو كمان. فالوحش بيقول له ما انت غبي، ما انت كده هتموت معايا. لكن جان بيسأله ليه يعني، ما انا معايا الترياق اللي بيوقف السم، وبيشرب زجاجة الترياق قدامه وبعدها بيديله زجاجة هو كمان وبيعرفه انها هتزود نقاط حياته وهتزودها بنسبة 500 نقطة، بس السم مش هينتهي مفعوله. بس الوحش من غير تفكير بيشربها وبيسأله معاك تاني. فالجان بيقول له معايا الجرعة الأسطورية منها. فالوحش بيقول له اديها لي بسرعة والنبي. بس الجان بيقول له على ايه اساس يا حبيبي، ده انت من شوية كنت عايز تموتني، لكن لو انت عاوزها قوي كده فانا ممكن ابيعها لك بنص مليون عملة ذهبية. فالوحش بيقول له نص مليون عملة ده رقم عملاق كفيل انه يكفي نقابة كبيرة فيها 100 شخص. فالجان بيقول له براحتك يابا، اللي معهوش ما يلزموش. فالوحش بيقول له لا طب استنى، انا كل اللي معايا هم 480 الف عملة ذهبية، واللي بقى يلزموك ولا لا. فالجان بيعرفه ان تمت الصفقة وبيخليه يحول له الفلوس، والوحش بيكون بيحاسبن عليه وهو بياخد الجرعة. بس الصدمة انه قبل ما يشرب الجرعة بتيجي ميساكي وبتقلب الجرعة في الارض. فالوحش بيقول لها يخرب بيت ابوكي دي ب 480 الف، انا كده شقى عمري راح. فميساكي بتعرفه ان دي فرصة عمرها ومش هتفوتها، وبتطلع خنجر وبتطعنه وبتخلص عليه. فالوحش بيقول لهم عليا الطلاق ما هحلكم انتوا الاتنين. وبعدها النظام بيعرفهم ان الوحش ده لسه عنده فرصة للعودة للحياة، بس هو دلوقتي هيرجع في مدينة جيانج. فجيان بيسأل ميساكي هي ايه الحاجة اللي بينكم قوية كده عشان تخليكي تقتليه وتخلصي منه. وفي اللحظة دي النظام بيعرفه ان تأثير السم خلاص اختفى، وميساكي بتعرفه ان هي كمان خلصت على الوحش ده عشان هما بيجروا وراها من مدينة القمر لحد مدينة بارادايس، يعني حوالي 710 كيلو ومش عايزين يحلوها. فجيان بيستغرب هي ليه الوحوش هتجري ورا بنت صغيرة، وبيقول اكيد في حاجة تخليهم يطردوها كل ده وكمان يعرفوا مكانها. ولكن لما بيسألها مش بترد عليه غير بمعرفش هم عايزين ايه. وفي الوقت ده بيكون ترام وباقي الوحوش مراقبين كل حاجة، والكل بيكون مصدوم ان الزعيم بتاعهم مات. فترام بيقول لهم يلا بينا نروح نلحقهم بدعم في مدينة جيانج. بس فجأة جيان بيهجم عليهم وبيقتل كل الوحوش بسرعة بسبب الحذاء الذهبي، وبيعرف ترام انه لسه ما صفاش حسابه. فترام بيكون مرعوب وبيسأله وانا عملت ايه. فجيان بيعرفه انه ممكن يسيبه لو فهمه اللي بيحصل. وجيان على طول بيسأله انتوا ليه بتطردوا البنت دي. فترام بيعرفه ان البنت دي سرقت بطاقة من الوحوش عشان كده الوحوش بتطاردها في كل مكان. فجيان بيستغرب بطاقة ايه دي اللي يعملوا عشانها كل ده.
ده. وفي الوقت ده البنت ميساكي بتطلع البطاقة وبتقول ايوه فعلا هي البتاعة الدهب دي، ويا عم هي ما طلعتش دهب بس هي بتلمع وشكلها عجبني. فجيان بيتصدم اول لما بيشوفها لانها بطاقة اعادة التعيين. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل بعد كده، ويا ترى جيان هياخد البطاقة من البنت دي ولا هيسيبها معاها، ويا ترى كمان الشياطين هتعمل ايه مع البنت. ده بقى اللي هنعرفه القسم الجاي ان شاء الله. فما تنساش بقى انك تحط لايك وتشترك في القناة عشان تشوف كل حاجة جديدة تنزل باذن الله. اذكر الله وصلي على النبي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.